السلام عليكم، واش الدراري؟ معكم يوسف، فيديو جديد، قصه جديده. اليوم غادي نتفقوا قصه اللاعب يان ديوماندي. هاد اللاعب دار بوم في مواقع التواصل الاجتماعي. هي علاش بغيت ندير القصه ديالو. ما نطولش عليكم المقدمه بزاف وندخلوا ديريكت في القصه. في عالم كرة القدم كاينين اساطير كيتصنعوا في السنوات، وكاينين لعابه كيجيو بحال الصاعقه في موسم واحد، من شوارع ابيجان حتى لقمه اوروبا. شاب في عمره 19 عام قلب سوق انتقالات راسا على عقرب، وخلى كبار القاره يتنافسوا عليه بالملايين. ولكن سر النجاح الخيالي ديال يان ديوماندي ماشي هو فقط الموهبه، سر النجاح هو وعد مؤلم ودين في الرقبه ديالو الخصوص الصغيره. شكون هو هاد يان ديوماندي، وشنو هي القصه الانسانيه المؤثره اللي وراء الانتقال ديالو؟ اجي نعرف القصه من الاول. في 14 نوفمبر 2006 تزاد يان ديوماندي في ابيجان. الشغف ديالو بالكره بدا من الصغر، ولكن في الوقت اللي بزاف ديال الناس ما كانوش كيثقوا في الموهبه ديالو، كانت كاينه شخصيه وحده ديما موراه، اختو الصغيره روكسان. قبل كاع ما يلبس صباط الكره ديال الفري كانت كتقول له كل شيء بكل فخر: خويا غادي يولي افضل لاعب في العالم. روكسان كانت هي المشجعه الاولى، العقل المدبر والقلب اللي كينبض بالدعم ليان ديوماندي. الرحله ما كانتش مفرشه بالورد. يان سافر لامريكا ودار اختبارات في اوروبا، ورفضوه انديه بحال تشيلسي وكريستال بالاس. في لحظات الضعف والاستسلام كانت روكسان كتبكي معاه وتقول ليه: ما تستسلمش، بلادك واوروبا كامله غادي تعرف سميتك. في الوقت اللي تقبل فيه في نادي ليغانيس الاسباني بدات الصدمات كتحول لاحلام حقيقيه، ومراوغات في الدوري الاسباني خلات العينين تبدا تراقبه. في الوقت اللي بدا يان كيبني المسيره الاحترافيه ديالو نزل عليه خبر فاجعه كبرى: وفاة اختو الصغيرة روكسان في سن مبكر، 15 عام. الخبر كان صدمة قاتلة وجرح عميق في قلبه، ولكن في ديك اللحظة بالذات يان خد قرار: ما غاديش يحبس وما غاديش يستسلم، بل غادي يرد الجميل لروكسان. كل هدف، كل مراوغة، كل نقطة عرق في الملعب غادي تكون إهداء لروح أختو، باش العالم كامل يعرف سميتها وما ينساهاش. في صيف 2025 انتقل لنادي اربي لايبزيغ ب 20 مليون يورو، ودمر دفاعات البوندسليغا في موسم واحد، حتى توج بلقب افضل لاعب شاب في الدوري الالماني. ومن بعد جا المونديال 2026، هنا فين بان يان ديوماندي كأحد افضل اجنحة البطولة مع منتخب ساحل العاج. السرعة، الجراءة والانهاء قدام المرمى كانوا بحال الشعلة اللي كتحركها روح اختو في الملعب. مع نهاية المونديال شعلات حرب في الميركاتور، الانديه الكبيره دخلت في سباق مجنون باش تصدم هذا اللاعب في الفريق ديالها. باريس سان جيرمان حطت عرض ضخم، ريال مدريد دخلت بكل الثقل ديالها، والانديه الانجليزيه مستعده ترفع السعر لما فوق 100 مليون يورو. ديوماندي اختار ريال مدريد بسعر يتجاوز 120 مليون يورو، ولا رسميا احد لاعبي ريال مدريد. وتحول ديوماندي من ولد صغير كيحلم في ابيجان لاغلى جوهره تصارعوا عليها الكبار اوروبا وربحاتهم ريال مدريد. قصة يان ديوماندي ماشي مجرد قصة لاعب كرة قدم ناجح، هي قصة وفاء وحب عائلي ووعد الأخت آمنات به في أصعب الظروف حتى وصل للقمة. في رأيكم نتوما، واش يان ديوماندي غيدير شي حاجة مع ريال مدريد ولا غادي يتهاون؟ كتبوا لي آراءكم في التعاليق، وما تنساش ديك لايك كومنت سبسكرايب، وقولوا لي اللاعب الجاي اللي بغيتوني ندوي على القصة ديالو. كان معكم يوسف، نتلاقاو في الفيديو الجاي. تشاو تشاو.